بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا برزو الشياطين للأرض واللي حصل في العصور القديمة وقبل مئات السنين، وعلى الرغم من خطورة الشياطين إلا إن حجر الحديد الأسود قادر على هزيمتهم، وعشان كده بتظهر مجموعة من الساموراي باسم الصيادين الشياطين بيصنعوا إيد حديدية من الحجر الأسود لمحاربة الشياطين. وفي مكان في الغابة بنشوف أختين مستخبيين تحت الأشجار برعب للشيطان اللي بيطاردهم، ولكن الشيطان بيعرف مكانهم وبيقتل الأخت الكبيرة قدام أختها الصغيرة اللي بتكون خايفة تصرخ والشيطان يسمعها، لكن بيقدر الشيطان يشوفها وقبل ما يقتلها بتهرب البنت وبتجري في الغابة وبيطاردها الشيطان اللي بتكون سرعته أضعاف سرعتها، وعلى آخر لحظة وقبل ما يقتلها بيظهر تانج شي أكبر صيادين الشياطين وبيدافع عن البنت الصغيرة، وبيظهر وراه إخواته تشوان وهيو اللي بيساعدوه في مطاردة الشيطان اللي هرب منهم. وبيطمن تانج إن البنت اللي أنقذها بخير وبيسيبها في مكان آمن في الغابة، وبيقدروا الإخوات يحاصروا الشيطان وبيقضوا عليه. ولكن في مكان تاني في الغابة بيكون الشيطان الأكبر بيحارب باقي جماعة صيادين الشياطين، وبسبب قوته الجبارة ما بتقدرش قوة الأيادي الحديدية لصيادين الشياطين إنها تأثر فيه، وبيوصل تانج وإخواته لمكان المعركة وبينضم الباقي عشيرته في محاربة الشيطان الأكبر، وبيقدروا إنهم يحاصروا الشيطان وبيكتفوه، وده بيخلي الشيطان يتعصب لدرجة إنه بيرمي عليهم كتلة نار ضخمة وبتوع الكتلة النارية جنب البنت اللي أنقذها تانج. وبيقدر المعلم كبير عشيرة صيادين الشياطين إنه يطلع فوق ظهر الشيطان وبيزرع في جسمه لؤلؤة سحرية، لكن الشيطان بيرميه من على ظهره وبيتصاب. وبيلاحظ تانج مفعول اللؤلؤة اللي بدأ يظهر على الشيطان، وإن هيئته الحقيقية والضعيفة بدأت تظهر من جسمه الضخم، فبيستجمع تانج قوته وبيهجم على الشيطان وبيقتله بسيفه. وبيقع الشيطان بعد ما بتنفصل راسه عن باقي جسمه، وبتبدأ جثته تتلاشى تدريجيا لحد ما بتختفي، وبكده بتنتهي سلالة الشياطين مع قتل تانج لآخر شيطان على الأرض. ولكن سكان المدينة مش بيقدروا حماية صيادين الشياطين ليهم، وإنما بيعتبروهم زيهم زي الشياطين، وكمان بيسموهم بالشياطين وبيضطهدوهم وبيطردوهم من المدينة، وده اللي بيخلي تانج واخواته يلفوا ايديهم الحديدية ويخفوا شكلها عن عيون سكان المدينة، وبيعيشوا حياة طبيعية في المدينة وبيشتغلوا صيادين للأسماك. وفي يوم وهم بيصطادوا بيراقبهم 2 صيادين قاعدين على الشط، وبيكونوا متضايقين بسبب نشاط الأخوات ال3 وصيدهم للسمك على عكسهم تماما دايما مرهقين. وبيجي لهم صديقهم الثالث وبيقول لهم إنه اشترى مشروب جديد من دكتورة المدينة، وبيبدأوا إنهم يشربوا منه، ولكن واحد منهم بيرفض إنه يشربه بسبب لونه وشكله الغريب. بيعدي تانج واخواته على الصيادين وبيلاقي الاتنين بياكلوا في صديقهم التالت، وقبل ما يفهم أي واحد منهم اللي بيحصل بيهجم واحد من الصيادين على فين بيكون متحول تماما على هيئة سمكة متوحشة، وبيقدر تانج إنه ينقذ أخوه. أما تشوان فبيقسم الوحش التاني النصين بسيفه، وبيحس تانج إن الشيطان بدأ يظهر من تاني، وبيلاحظ إزازة خمر على عربية الصيادين، وبيرجع الإخوات للمدينة بالسمك اللي اصطادوه. ولما بيدخلوا لبيتهم بيقع فجأة من بين الخشب شخص مجروح، ولما بيدققوا في ملامحه بيعرفوا إنه صديقهم من صيادين الشياطين، وبيكون متصاب بإصابات خطيرة، وده بيخليهم ياخدوه على عربيتهم لدكتورة المدينة. ولكن في الطريق للدكتورة بتحصل خناقة بيكشف فيها واحد من سكان المدينة إيد صديقهم المصاب بدون قصد، وهنا بيتفاجئوا سكان المدينة بإنه من الشياطين وبيقفوا في طريقهم وبيكونوا عايزين يطردوهم، فبيعصب تشوان وبيكشف عن إيده الحديدية هو التالي، وده بيخلي الناس تترعب وتهرب من السوق. وبيمسك تشوان واحد من سكان المدينة وبيكون عايز يقتله، لكن تانج بيلحقه في آخر لحظة وبيضرب تشوان بالخنجر عشان يشيل حركته وبينقذ الشاب منه. وبياخدوا صاحبهم لدكتورة المدينة واللي بتكون شغالة معاها حبيبة فيند، وبيدخلوا للدكتورة لو اللي أول ما بتشوف تانج بتتعرف عليه وبتعرف إنه الساموراي اللي أنقذها من الشيطان في الغابة من 7 سنين. لكن تانج ما بيتعرفش عليها، وبتدخل الدكتورة للمريض وبتنفخ فيه سحر غريب بيخليه يفوق ويستعيد وعيه، وبيطلب يشوف أصحابه، ولما بيشوفهم بيقول لهم إن الشيطان رجع من تاني، وإنه متحول غريب من روح الشيطان هجم عليه وكان السبب في إصاباته الخطيرة، وبيترجاهم إنهم يتخلصوا من الشياطين بسرعة قبل ما تنتشر من تاني. وبيموت صديقهم وبتختفي إيده الحديدية، وبيتأكد تانج من ظهور الشيطان من تاني، وإن المشروب اللي شافه في عربية الصيادين هو السبب في التحول اللي حصل ليهم. وبيقرر إنه يروح هو وإخواته المحل الخمر في المدينة، ولكن بمجرد خروجهم من عند الدكتورة بيلاقوا رجالة حاكم المدينة في انتظارهم وبيحاصروهم لأنهم عرفوا حقيقتهم، وبيقولوا لهم إن الحاكم أمر بالقبض عليهم. وبيقول تانج الحاكم المدينة على اللي حصل والمتحولين اللي هدموهم وإن الشيطان رجع من تاني، ولكن بيسخر منهم حاكم المدينة وبيقول لهم إنهم مش أبطال عشان ينقذوا المدينة من الشياطين، وإنما هم شياطين زيهم بالظبط.
وبيؤمر وزيره إنه يسجنهم وياخد منهم الأسلحة، وبيتسجن تانج وإخواته في سجن المدينة وما بيقدروش اللي هو بيحرروا نفسهم من القيود. وفجأة بيظهر قدامهم بشري متحول من الحشرات المرعبة، وبيحاول الإخوات إنهم ينقذوا نفسهم قبل ما يقرب منهم، لكنهم بيفشلوا. وفجأة بتظهر الدكتورة لو وبتقتل الوحش وبتتخلص منه، وبيتفاجئوا من وجودها ومن مهاراتها في القتال، وبيخرجوا من السجن بمساعدة لو وبيدخلوا للقصر وبيبحثوا عن أي دليل يساعدهم، لكنهم ما بيعرفوش إن الحاكم هو السبب في التحول اللي بيحصل للسكان. وبنشوف الحاكم وهو بيشرب جنوده الخمر وهم نايمين، وبيبدأوا في التحول واحد ورا التاني، وبيهجموا على تاند واللي معاه اللي بيتفرقوا وبيحاربوا الجنود المتحولين. وبيكتشف تشوان وهيو مصنع خمر في أوضة في قصر الملك، وبيشوفوا فيها نفس الخمر المتسبب في تحول البشر لوحوش سميكة، وبيشوفوا نفس الحشرات اللي هجمت عليهم على هيئة جسم بشري في السجن. وفجأة بيظهر واحد من الجنود المتحولين وبيخطف هيو من جنب تشوان، وبعدها بيخطف تشوان هو التاني. أما عند تانج ولو بيظهر لهم الشيطان بهيئته الحقيقية، وبيهاجم تانج وبيقدر إنه يحاصره ويشيل حركته، وبيكون عايز يقتله ويتخلص منه، ولكن فجأة بتظهر الدكتورة لو وبتتحول لهيئة أشبه للشياطين وبتضربه بدلع طويل، وده بيخلي الشيطان يطير ويقع بره القصر. وقتها بيقابل تشوان وهيو اللي بيكونوا قدروا يتخلصوا من الوحوش اللي خطفتهم، وبيستخدم تشوان إيده الحديدية وبيضرب بيها الشيطان وهو بيضعف قوته، وبعدها بيقتله بسيفه وبيقطع راسه. وفي القصر بيكتشف تانج إن لو من الشياطين وبيحاصرها، وبيأمرها تقول له الحقيقة وإزاي هي مش شياطين، لكنها بترفض تتكلم، فبيقول لها ترجع لهيئتها الطبيعية قبل ما يخرجوا لإخواته، وده عشان محدش يكتشف سرها. وبيخرج تانج لإخواته وبيلاقيهم خلصوا على الشيطان، وبعدها بيقابلوا حاكم المدينة اللي بيكون متعصب إنهم قدروا يفلتوا من الشيطان، لكنه بيقدروا حقدهم من الإخوات، وبيقول لهم إنهم فعلا أبطال وإنهم خلصوا المدينة من شر الشيطان، وبيكافئهم بصناديق من العملات الذهبية، ولكنه بيقول لهم إنهم يطلعوا من المدينة، وده لأن سكان المدينة هيرفضوا وجودهم بشكل قاطع فيها. وبيتعصب تانج من اضطهاد الحاكم وكلامه ليهم، لكنه بيوافق على قراره إنه يخرج من المدينة، وبياخد إخواته وبيمشي، وبيروحوا يقضوا الليل في بيت الدكتورة لو على ما يطلع النهار ويمشوا من المدينة. وبيرجع تانج بذكرياته وبيفتكر بداية لعنته ودخوله لعالم الشياطين لما بيفقد أهله بسبب هجوم الشياطين على قريته، وبيقعد يبكي جنب جثتهم. وقتها بيجيله المعلم وبيقول له إنه لازم يبقى قوي عشان ياخد حق أهله اللي ماتوا، وبياخده معاه لمقر تدريب الأطفال وتحويلهم لصيادين شياطين. وبيتعرف هناك على هيو وتشوان، ومن يومها بقى إخواته. وبيقطع المعلم الإيد الشمال للأطفال وبيبدلها مكانها بإيد من الحجر الحديد الأسود عشان يستخدموها في محاربة الشياطين. وبيفوق تانج من ذكرياته على صوت إخواته بيكلموه وبيقولوا له إنهم رافضين يخرجوا من المدينة لأنهم اتعودوا على وجودهم فيها، خاصة هيو اللي بقى عنده حبيبة وقريب هيتجوزها. فبيوافق تانج على طلبهم وبيقول لهم إنهم مش هيخرجوا من المدينة. فبيفرح الإخوات جدا وبيجري هيو يسعى لحبيبته، وبيسمع تانج صوت صراخ لو وبيجري على أوضتها، وبيلاقي تعبان بيلف حوالين لو في حوض الاستحمام، فبينقذها تانج وبتشكره لو على إنقاذه ليها. وبيسألها تانج من تاني إزاي قدرت تتحول لشيطان. وقتها بتحكي له لو الحقيقة وبتقول له إنها البنت اللي أنقذها من 7 سنين في الغابة، وإن بسبب الكتلة النارية اللي رماها الشيطان في الغابة هي ماتت، ولكن بعد ما بيموت الشيطان بيوصلها دمه عن طريق البحيرة الصغيرة اللي وقعت فيها، ووقتها بيدخل دم الشيطان في جسمها وبيرجعها للحياة من تاني. ومن يومها وهي عايشة بدم الشيطان وبتقدر تتحول، ولكن بتستخدم تحولها في الخير. وبيفرح تانج لما عرف إن البنت اللي أنقذها لسه عايشة، لأنه بعد المعركة بحث عنها كتير وما لقاهاش، وبيفكر إنها ماتت وبيحمل نفسه ذنب موتها. وبيروح لحاكم المدينة اللي بيقابل شخص مجهول وبيقول له يديله بترياق لسمه لأنه بيتألم، وبيكشف الشخص المجهول عن وشه وبنعرف إنه المعلم كبير الصيادين. وبيديله المعلم العلاج للسم اللي في جسمه، وبيقول له إنه مش هيديله الترياق اللي هيخلصه من السم نهائيا إلا لما يتخلص من كل الشياطين خاصة الإخوات التلاتة. وبتشوف واحدة من الخادمات جروح الحاكم وبتترعب من شكلها، فبياخدها الحاكم لمكان سري في قصره، وهناك بيرميها في حفرة فيها وحش مرعب، وده لأنها اكتشفت سره اللي مخبيه عن الكل. وبيخرج من الوحش حشرة كبيرة ومرعبة بتقتل البنت، وبيتكلم الوحش مع الحاكم وبيقول له يحرره من السجن ده، ووقتها هيقدر إنه يستعيد كل قوته ويخليه حاكم على كل العالم، دليل إنه هيجيب له الترياق للسم اللي في جسمه ويقدر يتخلص من السم والألم اللي في جسمه للأبد. وتاني يوم بيقرر هيو إنه يروح يتقدم لحبيبته وبيشجعه تانج، وبيروح تشوان يصطاد من النهر. أما تانج فبيرجع لبيتهم، وهناك بيلاقي طفل صغير وبيقول له الطفل إنه عارف إنهم صيادين للشياطين مش شياطين زي ما سكان المدينة بيقولوا، وبيقول له إن جده حكاله إن صيادين الشياطين كانوا أبطال وبيخلصوا العالم من شر الشياطين.
وبيقول له الولد إنه امبارح اتسلل لقصر حاكم المدينة وشاف مخبأ سري بيدخله الحاكم وبيرمي خادمة من خدامه في حفرة فيها وحش مرعب، وبيستنتج عند إنها روح الشيطان الأكبر، وبيجري على قصر الحاكم. أما عند هيو فبيروح لبيت حبيبته عشان يتقدم لها. وقتها بتقابل حبيبته وبتتصرف معاه بطريقة غريبة وبتحاول إنها تهويه، وبتمسك إيد هيو وبتقربها منها. بعدها بتصرخ وبتنادي على أبوها وهي بتعيط، وبتقول له إن هيو حاول يقرب منها ويتحرش بيها. فبياخدوا الأب وبيرميه في الشارع، وبيحكي لكل سكان المدينة اللي هيو عمله مع بنته. وسط صدمة هيو وهو شايف حبيبته بتتخلى عنه وبتورطه في مشكلة كبيرة، وبيقول لها تقول الحقيقة، لكنها بتقول إن اللي حصل هو الحقيقة وإنه حاول يعتدي عليها. وبيقول كل السكان إن الشياطين دايما بيجي من وراهم الشر وإنهم لازم يموتوا، ولكن بيرفض هيو إن حد يقرب منه، وبيقول لهم إنه هيقتل نفسه إذا كانوا شايفينه مذنب. وبيطلع هيو الخنجر وبيطعن نفسه على أمل إن حبيبته تنقذه، ولكن على غير المتوقع بتقرب منه حبيبته وبتغرز الخنجر بقوة في هيو وبتقتله بإيدها. في نفس الوقت اللي بيقابل وزير الحاكم تشوان وبيقول له إن الحاكم طالب يقابله، ولما بيقابل تشوان الحاكم بيطلب منه الحاكم إنه يبقى الوزير الخاص بيه مكان وزيره، وده لأنه شاف قوته وشجاعته. وبيوافق تشوان وبيروح يلبس زي الوزير بفخر. وبيجيله خبر إن أخوه مات في سوق المدينة، فبيجري تشوان على السوق وهناك بيلاقي جثة أخوه متعلقة في وسط السوق، وبينزلها تشوان فورا وبيحاول إنه ينقذ هيو، لكن بعد فوات الأوان. هو بيعرفش تشوان إن ده كمين ليه، وفجأة بيلاقي أسهم بتنطلق من كل مكان وبيتصاب بيها، لكنه ما بيستسلمش وبيقف يحلق جثة هيو لحد ما بتنفذ طاقته وبيقع جنب أخوه. وبيجيله الحاكم وبيضحك بانتصار وبيقول لتشوان إنه هو اللي ورا كل اللي حصل ليه ولأخوه. وقبل ما يفقد تشوان وعيه بيشوف وحش غريب ومرعب جنب الحاكم. أما عند تانج فبيكون وصل لقصر الحاكم وقدر إنه يتسلل لحد ما بيوصل للمخبأ السري، وهناك بيلاقي اللؤلؤة السحرية الخاصة بمعلمه وبيستغرب من وجودها وبياخدها معاه وبيطلع من القصر. وبيتفاجئ من إخواته الواقعين على الأرض وسط السوق ومتصابين بإصابات خطيرة، فبيرفعهم تانج على العربية وبياخدهم فورا لبيت الدكتورة لو اللي بتجري على تانج وبتساعده أول ما بنشوفه. وبتقدر لو إنها تنقذ تشوان، ولكن حالته بتكون خطيرة وبتتأسف لتانج على موت هيو، وبيتأثر تانج بسبب موت هيو وما بيكونش فاهم ليه الكل عايز يقتلهم ويتخلص منهم. وبيقرر إنه لازم يعرف الحقيقة، وبياخد تشوان وراه على حصانه وبيروح مع لو لمقر المعلم. وهناك بيتكلم مع المعلم وبيقول له إنه شاف اللؤلؤة السحرية في مخبأ الحاكم السري. وفجأة بيهجم المعلم على تانج وبيكون عايز يقتله، وبيقول له إن الحجر الأسود اللي في إيد الصيادين ليه أهمية كبيرة ممكن تخلي حروب تقوم بين الدول عشان يمتلكوه، وعشان كده لازم كل الصيادين يموتوا لأن الإيد الحديدية مش هتختفي إلا بموتهم. وبيعرف تانج إن المعلم هو السبب في موت إخواته، فبيستجمع تانج كل طاقته وبيهجم على المعلم بهل وانتقام لإخواته اللي ماتوا. وبيرمي المعلم سيفه وبيستسلم لساندي بطريقة غريبة، وبيتفاجئ تانج من استسلام المعلم للموت. وقبل ما يموت المعلم بيقول لتانج إنه واثق فيه وإنه هيقدر يتخلص من شر الشياطين من تاني، وبيديله اللؤلؤة السحرية في إيده قبل ما يموت. أما عند تشوان ولو بتتفاجئ لو بكائن غريب ومرعب بيخرج من جسم تشوان، وفي ثواني بتتحول لو لهيئتها الشيطانية وبيتهاجم الوحش الغريب، لكنه بيكون أقوى منها بمراحل لدرجة إنه بضربة واحدة بيقضي على قوة لو وبيغمى عليها. وبيرجع الوحش لتشوان من تاني وبيقول إن جسم تشوان هو جسمه الجديد واللي بيه هيقدر يحكم العالم. وبيدخل الوحش لجسم تشوان من تاني وبيبدأ جسم تشوان يتحول بشكل مخيف، وبيحاول تشوان إنه يسيطر على جسمه لكنه بيفقد السيطرة عليه. وبيوصل تانج وبيشوف التحول اللي بيحصل في جسم أخوه، وأول ما بيشوفه تشوان بيهجم عليه وبيخنقه، وبيكون فقد السيطرة تماما على جسمه، ولكن بيقدر يتحكم في جسمه لحظات وبيهرب من قدامه تانج قبل ما يقتله أو يأذيه. وبيتحول الوحش الصغير في جسم تشوان لشيطان من نار ضخم ومرعب، وبيتجه الشيطان للمدينة وبيشوفوه جنود المدينة وبيبدأوا إنهم يهاجموا الوحش بالأسهم وبالأسلحة النارية اللي ما بتأثرش مجرد تأثير بسيط في جسم الشيطان. وبيمشي الشيطان يرمي كرات نارية ويدمر أي مكان يمشي فيه في المدينة لحد ما بيوصل لقصر الحاكم، وهناك بيسألوا الحاكم عن الترياق، لكن الشيطان بيضحك وبيقول له إنه استغله عشان يقدر يخرج ويحكم العالم. وفجأة بيضرب الشيطان الحاكم قبضة نارية من إيده الضخمة بيتفجر الحاكم والقصر بالكامل. وبيوصل تانج للمدينة اللي بيلاقيها اتدمرت، وبيقرر إنه لازم ينقذ أخوه من الشيطان اللي مستحوذ على جسمه قبل ما يقضي على الشيطان للأبد. وبيقدر إنه يتسلل ويطلع على جسم الشيطان لحد ما بيوصل لظهره، وبيشوف أخوه محبوس في جسم الشيطان. وقبل ما يحرره تانج بيحس بيه الشيطان وبيضربه بقبضته الضخمة، وبسبب الضربة القوية بيقع تانج على الأرض وبيغمى عليه. وبيقرر صيادين الشياطين إنهم يظهروا بعد ما عاش سنين متحفين وسط أهل المدينة، لكنهم بيكتشفوا إن المدينة محتاجة قوتهم عشان يتخلصوا من الشيطان، وبيبدأوا الهجوم على الشيطان اللي ما بيتأثرش من هجومهم بسبب قوته.
لكنهم بيضحوا بنفسهم وبيستخدموا قوة الإيد الحديدية وبيفجروها في جسم الشيطان، وده اللي بيخلي قوة الشيطان تبدأ تضعف، وبيكون تانج مازال مغمى عليه، وبيفتكر تانج تضحية لو لما بيفقد طاقته بسبب هجوم تشوان المتحول عليه ومحاولته لقتله. وقتها بتنقذه لو وبتحط له الحجر الأسود فوق صدره برغم إنه بيحرق إيدها، وبتقول له إنها تنقذه زي ما أنقذها زمان، وبتعترف له بحبها. وبعدها بتوهي كل طاقتها على التانج عشان يندمج الحجر الأسود مع جسمه ويديله الطاقة. وبيفوق تاندي بعد ما بيفتكر تضحية لو وبيطير بكل قوته على الشيطان وبيضربه بسيفه، وبسبب طاقة الشيطان اللي بدأت تضعف بيتأثر بضربات وهجوم تانج لحد ما بيقع وبينتهي تماما. وبيطلع تانج على ظهر الشيطان وبيحاول إنه ينقذ أخوه، لكن بيظهر إن جسم تشوان اندمج مع جسم الشيطان، صعب إنه يتفصل عنه. وبيقول له تشوان إنه لازم يقتله وإلا مش هيقدر يخلص من شر الشيطان. وبيضطر تانج إنه يقتل أخوه وهو بيبكي وبيفتكر كل ذكرياتهم سوا. وبكده بيكون انتهى الشيطان تماما وللأبد. وبيهتف سكان المدينة في فرحة إنهم انتصروا، وأخيرا بيعترفوا إن تانج وباقي صيادين الشياطين أبطال. ولكن بعد فوات الأوان وبعد ما بيكون تانج خسر إخواته، وبيروح تانج المكان المعلم وبيحط سيوف إخواته مع سيوف باقي الصيادين اللي ماتوا، وبيقرر يقتل نفسه. وبكده يكون آخر صياد شياطين على الأرض مات، وانتهت معاه قوة الحجر الأسود. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.